يا دكاترة حرام عليكم، لو سمحتوا ما تسمعوش كلام المرضى. يعني ايه واحدة نافخة خدودها قد كده ومطولة دقنها قد كده وحقن الفك معرضاه قد كده ومصغرة مناخيرها قد كده ورافعة حواجبها؟ ايه المنظر ده؟ مين قال لكم يا ستات ان ده شكل جمالي؟ والله ما جمال. جمال الوش لازم يبقى فيه تناسق، فيه بروبورشن، فيه قياسات. دكاتره التجميل كلها عارفاها. الوش ليه مقاسات، لما بنخرج بره المقاسات دي الطبيعيه الدنيا بتبوظ تماما. والله ما مقاييس جمال الخد اللي عامل كده والدقن الطويله والشفه اللي مقلوبه. ماشي، نحدد الفك لواحده ما عندهاش فك، واحده خدها سايح على رقبتها. نطول الدقن لواحده دقنها راجعه لورا، مش نطولها بزياده. المناخير لازم يبقى شكلها طبيعي طبيعي. الحاجب ليه رسمه ربنا خالقها جميله وحلوه، بتلعبوا فيها ليه وتغيروا شكلها؟ وفي الاخر والله بيبقى شكلك مش حلو. العيب مش عليكم، العيب على الدكتور اللي بيسمع كلام المريضه ويعمل لها اللي هي عايزاه علشان ياخد منها فلوس، ويحقن لها حقنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ويعمل لها مناخيرها مش عارف مشبك ومرجيحه، وبسمع حاجات غريبه جدا جدا جدا. ارجوكوا ارجوكوا ما تبوظوش سمعه التجميل. والله التجميل حلو وبيخلي الستات شكلها حلو طبيعي، مش حلو فيك. انا ما ينفعش ابص عليكي اعرف انك عامله عمليه تجميل. لو انا شفت، بلاش انا عشان انا جراح وفاهم كل واحده عامله ايه، لو حد شافك وعرف ان انت حقنه او عامله عمليه، ده مش صح.